بس تصدق مصلحه الناس اللي عماله بتموت دي اديهم بيقللوا الضغط السكاني اللي على الكوكب، وقصاد كل واحد بيموت بيخلي حياه واحد تاني احسن عشان نصيبه هيزيد، وهو كله بيضحي، لازم نضحي يا جماعه عشان بعض. اهو اللي انت سمعته ده سطر واحد بس من خطه مستقبل البشريه، وهي المليار الذهبي. سألوهم يعني هنموت 7 مليار بني آدم عشان مليار واحد بس يعيش؟ هنموت 7 مليار بني آدم، وهو على قد مواليدكم. ما احنا لو ما عملناش كده هنخش في مجاعات وبلا أزرق، وانتوا كل يوم والتاني عمالين بتخلفوا قد كده زي الأرانب. فاسمع بقى يا حبيبي انت وهو، دولة زي الصين دي هيتعمل معاها أبشع الجرائم على شعبها. يعني بالصلاة على النبي حصل في الصين 195 مليون عملية تعقيم إجباري في خلال 40 سنة اللي فاتوا، و330 مليون عملية إجهاض. واللي هيخلف أكتر من 2 بدون إذن من الحكومة هيتسجن وهيدفع غرامة وهيتعمل له تعقيم إجباري. ومش الصين بس، الهند داخله معاهم على الخط. الله، طب والدول العربية نعمل معاهم إيه؟ لا دول أمرهم سهل، عايزينكم بس تصعبوا الجواز فيها على قد ما تقدروا، واللي عايز يتجوز يدفع دم قلبه ويستلف من طوب الأرض، والشباب ما معهاش فيتأخروا في الجواز، فبدل ما كان هيخلف 5 لا يخلف 2. ولو تعرفوا تخليهم ما يتجوزوش أصلا يكون أحسن. كل ما تجينا فرصة نصعب الموضوع أكتر هنصعبه أكتر، ما تقلقوش خالص. طب يا ريس الناس لسه بتخلف برضه وكده الموضوع خارج عن السيطرة، هنعمل إيه؟ اسمع بقى وركز، هم عملوا إيه؟ خلاص احنا نعمل حقن إجبارية لمنع الخصوبة، واللي عايز يخلف يروح ياخد ضمان من الحكومة عشان يوقف مفعولها. طب وانا ايش ضمان انه هيوقف مفعولها؟ وبعدين ما الرجاله والستات دول عندهم رغبات جنسيه واحتياجات، يودوها فين دول؟ قال لك والله عندهم البديل، اللي هو ايه يا باشا؟ برافو عليك، المثليه الجنسيه. طلعوا بقى شهواتكم دي على بعض، راجل مع راجل وست مع ست، واعملوا كل نفسكم فيه، وانا ضامن 100% انكم مش هتخلفوا. فانتوا ارتحتوا واتبسطتوا، وفي نفس الوقت برضه ما زودوش عدد السكان، كسبانه من الناحيتين. ولا انت ايه رايك؟ ولا انت مش واخد بالك من الدعم القوي قوي للمثليه الجنسيه في اخر كام سنه، والعالم اللي بقوا فرحانين بيه في كل حته ده وبيحطوه في المدارس للعيال، واللي بيعترض على كده بيبقى هوموفوبيك، اخطر من الارهابي بالنسبه لهم. واسمع بقى اخر حته دي عشان نجيب الخلاصه. قالوا احنا عايزين كل البشر اللي على الكوكب دول يتعمل لهم تعقيم جنسي من خلال مواد كيماويه وفيروسات تتحط لهم في الاكل والشرب من غير ما ياخدوا بالهم. طب نعملها ازاي دي؟ الطب قالوا الطب بالذات هيساعدنا نعمل الخطه دي. يعني نحط لهم المواد الكيماويه دي في ادويه، لقاحات مثلا، والناس كلها تاخدها. فسالوه وايه اللي يخلي الناس اصلا تاخد اللقاحات دي؟ ايه، نعمل فيروس مثلا ونحط علاجه في اللقاح؟ فكره تصدق. ومش شرط مفعول اللقاح اللي انت خدته ده يشتغل دلوقتي، هو موجود في جسمك بس في انتظار الماده الفعاله اللي هتشغله اللي انت هتاخدها. الا الله اعلم بقى المره دي هناخدها بسبب ايه تاني. وانت تقول لي اصل الكورونا دي جت من شويه خفافيش موتت اكتر من 21 مليون بني ادم، مش صدفه غريبه دي؟ بس كله من اجل المليار الذهبي. اجمل واقوى واحسن مليار شخص هم بس اللي من حقهم يعيشوا، واي حد تاني لازم يباد ويموت. وادخل اقرا اكتر عن مخطط المليار الذهبي عشان تصدق كلامي. فانتوا لسه شايفين الكورونا دي صدفه ولا خطه مدبره؟ فكر فيها تاني.